بوب بوب، مرحبا يا اساطير. اليوم سنلعب مع اسوأ مهاجم في العالم، ليفاندوسكي وتوماس مولر الغبي. انا اسمي 8-2. توماس، نكتك جدا جميلة. شباب، انا جدا ذائع، اريد الاكل. لماذا لا تطلب بيتزا سواريز؟ انها جدا لذيذة. شباب، انظروا الى السكس باك خاصتي. ان كنت تعتبر هذه النقاط الصغيرة كسكس باك، هذا يعني انني ساعتبر كأس العرب ب8 كؤوس عالم. انا عندي فكرة، اخلعوا قمصانكم كلكم الان وانا سألمس عضلاتكم واقيمها. عضلات بطني مصابة، لا يمكننا ان نشارك معكم في هذه المسابقة. بامكاننا ان نبدأ الجيم؟ نعم، هيا بنا لنبدأ، لكن هناك قاعدة جديدة. ان قال احد منكم 8-2 فسيتم حظره من اللعبة. اوه ماي نوير، هذه كلمتي المفضلة. سحقا. حسنا شباب، زلاتان ارسل رسالة صوتية للتو وقال ان لم تغلقوا المايك الخاص بكم اثناء اللعب سيرسل اعصارا الى منزلكم. اوه ماي غابي لام، كنت اريد ان اكون انا الامبوستر، لكن لا مشكلة، الان ساصور الترند الهندي. اوه شيت، كنت اريد ان اكون انا الامبوستر لكي اقتل توماس مولر. هذا الشخص مخرف اكثر من كريستيانو. اوه صحا يا رجل، كنت اريد ان اكون انا المحتال، لانني كنت افضل لاعب في سنة 2023 في افضل دوري في العالم. عيني، ضوء الشاشة جدا ساطع لدرجة انه جرح عيني. اوه، هذا كان مجرد رمل عالق في عيني. اوه ماي نوير، انا هو الامبوستر مع هذه السلحفاة النتنة. بامكاني استنساخ شكل اي لاعب في الجيم. اوه ماي اشرف حكيمي، انا هو الامبوستر، لكن السؤال الان من هو اول فريسة لي وعلى من ساقضي اولا؟ ربما ميسي. سأعض ميسي من مؤخرته الان. مولر جدا مزعج، اساسا كل المتابعين يكرهونه. والان سافحص جسدي الاسطوري لارى ان كان فيه دهون زائدة مثل ميسي. يا رجل، كدت ان اكسر يدي وانا اسحب الكارت. ماغواير يبدو لذيذا، لكن ربما طعمة نيمار سيكون فيها التوابل البرازيلية. لا اعرف من سأعض مؤخرته اولا. لا يمكنني تسجيل الاهداف في هذه اللعبة. لا اريد ان اعض سواريز لان مؤخرته جدا قاسية. اتمنى لو كان بامكاننا اكل المحتالين لانني جدا ذائع. انا امزح معكم، هذه نكتة الطعام، ارجوكم لا تلغوا الاثيراء. يبدو ان المحتالين مختفيين مثل ميسي ضد بايرن ميونخ. حسنا، سابدأ خطتي الشريرة. علي اولا ان اتحول الى سواريز، ومن ثم ساقتل شخصا امام ميسي وانا بشكل سواريز لكي يوشي ميسي بصديقه المفضل، وبهذا ستتحطم صداقتهم الى الابد. هيا بنا. شباب، انا حقا استمتع بتصوير فيديوهات امونج اس. ارجوكم ادعموا قناتنا الجديدة وانشروا الفيديو بين اصدقائكم وضعوا لايك. هذه فرصتي. والان هيا بنا. اوه لا، اوه ماي جورجينا، تبا لهذه اللعبة. سواريز اكل رونالدو. اوه ماي حكيمي، ما زلت لا اعرف من ساقتل. اوه لا، امبابي لقد رآني. هاي شباب، هل رأى احدكم اوه ماي ايريك تنهاج؟ رونالدو لقد مات. حسنا ميسي، لماذا كنت واقفا فوق جثة رونالدو ولم تبلغ عليها؟ لانني كنت اضحك عليها. رونالدو تحول من رونالدو الى ميت نالدو. اذا هذا يعني انك انت القاتل ميسي؟ اذل مع الاسف يا صديقي. لا نيمار، انت مخطئ. سواريز هو من قتل رونالدو، هذا ما رأيته عندما وصلت. اوه ماي مستشفى، انا لا اصدق. بحق البرجر كينج، ما الذي تقوله ميسي؟ انا لم افعل اي شيء، صدقني برو. لا تكذب سواريز، رأيتك حرفيا تقتل رونالدو وتقفز في فتحة التهوية. انني اقسم انني لم اقتل رونالدو. حسنا ميسي، اعلم باننا لسنا اعز الاصدقاء، لكن هذه المرة ساثق بك. اخرس مولر، اساسا انا لا احتاج ثقة الكلاب. بوم، طارت الجبهة. شباب، انا لدي وجهة نظر. اتذكرون عندما علق رونالدو على صورة فريق العام بسمايل الضحكة؟ هذه كانت ثاني مرة كريستيانو يستخدم في حياته سمايلات طفولية، وميسي كان موجودا في تشكيلة العام لعام 2023. هذا يعني ان رونالدو ضحك على ميسي. ربما يكون ميسي غضب كثيرا من تعليق رونالدو، ولذلك قرر ان يقتله اليوم في لعبة امونج اس. يا برو، انا من بعد ما فزت في كأس العالم لم اعد اهتم لتعليقات الانستغرام التافهة. شباب، صوتوا على سواريز، صدقوني هو القاتل. بعد كل تلك السنوات التي اقضيناها معا تخونني بهذه الطريقة، انا لن انسى هذا الموقف طيل حياتي يا ميسي. نيمار، ارجوك لا تفوت علي. جايز، موت رونالدو جعلني اتذكر هذه الموسيقى المشهورة على تيك توك. اسمعوا. ليفاندوسكي هذا مهووس في التيك توك، لكن بصراحة الصوت كان جدا مضحك. خطتي نجحت. انا جدا حزين على سواريز، ربما كان جائع لذلك اكل رونالدو، لكن هذه اللعبة. حسنا، سأطفئ الاكسجين بسرعة لكي استطيع قتل شخص ما، والا لن استطيع الحصول على فرصة للفوز. اوه يا رجل، هناك شخص ما اطفأ الاكسجين. انا احتاج الاكسجين للبقاء على قيد الحياة. 8 0 7 9
4. هذا هو عدد الرقصات الذي قمت برقصها على التيك توك بالفعل. يريد إصلاح الأكسجين، لكن 8-2 لن يستطيع. حسنا كايلي، هناك الكثير من الناس هنا، فقط اتبع واحدا منهم وعد مؤخرته مثل سواريز. سأذهب مع كيليان مبابي لكي أصلح الأكسجين ويراني بأنني أنا لست المحتال. دعونا نغلق بعض الأبواب لكي نجعل الناس خائفين. أوما أنتونيلا، لقد أغلقت جميع الأبواب بوجهي مثلما أغلقت جميع أندية أوروبا الأبواب بوجه كريستيانو وأجبروه للانتقال على الصحراء. عضة عضة. أوه لا، كلب المال إمبايبال غدر فيني سحقا. هاي شباب، هل رأى أحدكم عكازاتي؟ أوه لا، مات ميسي، ماتوا جميع أصدقائي. من الذي فعل هذا؟ عندما أصلحنا الأكسجين أنا وبيل وميسي ذهبنا إلى الكافيتيريا وأغلقت الأبواب علينا، وعندما فتحت الأبواب رأيت ميسي ميت. هذا يعني أن بيل هو من قتل ميسي. كيف سأكون أنا القاتل؟ أنا كنت أيضا مع إمبابي، لكن إمبابي اختفى من جانبي وذهب. شباب، مولر هو المحتال الثاني ويحاول دعم كيليان مبابي معه. لا، هذا غير صحيح. من المستحيل أن يفعل شيئا سيئا صديقي مولر. شباب أرجوكم صدقوني، المحتال ربما يكون مولر أو مبابي. بيل، كيف سيكون هناك محتالين في الجيم؟ ميسي عندما صوت لسواريز كان متأكد 100% بأنه هو المحتال الأول. هذا يعني أنه باقي محتال واحد. أوه، الآن فهمت الموضوع. هذا يعني أن المحتال عنده ميزة تغيير الأشكال. ربما مولر أو مبابي غيروا شكلهم إلى شكل سواريز وقتلوا شخصا أمام ميسي. أنت قتلت ميسي وتحاول أن تبين نفسك بريئا بنظريتك الغبية هذه. لا تحاول التهرب بيل. أجل، أنا أتفق مع مولر. نظريتك هذه جدا غبية وحتى إنها لا تصدق. أنت طوال الوقت تحاول أن توشي بالآخرين ولم تعطينا أي سبب مبرر على أنك لم تقتل ميسي. كلام نيمار صحيح 100%. أنا أيضا أظن بأن بيل هو القاتل. أوه ماي صلعة زيدان، كيف أنتم تصدقون هؤلاء الأغبياء؟ أرجوكم صوتوا معي على مولر وإلا سنخسر الجيم. شباب أرجوكم لا تنخدعوا بكلام لاعب الجولف هذا. أرجوكم صوتوا على بيل لأنه هو القاتل. آسف بيل، ولكنني لا أعتقد بأن نظرياتك صحيحة. نظرياتك تشبه مؤامرة الماسونية. شباب، أنا أعدكم 100% بأنكم ستخسرون الجيم لأنكم أغبياء. أجل، نحن نعرف. لا تقلق بيل، ستستطيع لعب الجولف في الفضاء لكنك لن تفوز أي مباراة. أوه، هذا يبدو ممتعا حقا. أوه ماي ماني، لا أصدق بأن بيل كاد أن يمسكنا. أوه لا، اللعبة لم تنتهي. هذا يعني أن كلام بيل كان صحيح. أوه شيت، كاد بيل أن يمسكنا. سأقوم الآن بتعطيل الاتصالات لكي يهدأ الأمر قليلا. 33 ثانية وبإمكاني عض شخص آخر. لا أصدق بأنهم صوتوا على بيل. واتفاق، ما الذي يجري مع ماغواير؟ ساعدوني ساعدوني ساعدوني. وأخيرا سأعض مؤخرة ألذ واحد بينهم، ماغواير. باي باي. ابلع ميسي. اخرس توماس. أنا لا أستطيع أن أصدق أن من بين الجميع فقط كان بيل هو الشخص الوحيد الذي لديه عقل اليوم. شباب، إن وصل هذا الفيديو ل7000 لايك سنحضر معنا لوكا مودريتش في الحلقة القادمة لكي يكون معي على الأقل شخص واحد يفكر من عقله. اشترك وسأعطيك كل كرات ميسي الذهبية.